كده أكون خلصت العدس معاكم كله هنا، وهغرف معاكم العدس. أول حاجة هغرفه إن شاء الله. جربوا الطريقة، لو عجبتكم متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وعرفوني انتوا بتحبوا الكشري حار ولا من غير شطة ولا عادي. مستنية رأيكم في التعليقات. بعد ما حطيت الرز هنزل عليه بالمكرونة بتاعتي، ما شاء الله شايفين حاجة جميلة. وبعد كده هنزل بالصلصة. هنا كان معايا حمص نقعته من الصبح وسلقته بس مفيش حاجة، وضيفه معاكم. كده أكون خلصت الطبق معاكم، يا رب يعجبكم، يا رب الطريقة تكون سهلة عليكم، ويا رب أكون أفدتكم لو بمعلومة صغيرة أكون عند حسن ظنكم. جربوه قبل رمضان وقولوا رأيكم في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين.